دخل علينا أنا والسوبرفايزر بتاعي شاب عنده شلل أطفال، وهو داخل قاعد على الكرسي المتحرك وبيتفتح الباب، فقال له الدكتور بيقول له لو سمحت ممكن تقفل الباب. الحالة لفت عشان تقفل الباب، قال له الحركة اللي انت عملتها دي ما يعملهاش حد غير إذا كان بيلعب في تنس. انت بتلعب تنس؟ قال له بلعب تنس. قال له ايه الجمال ده؟ طيب ده حاجة حلوة قوي، وايه الطقم الجميل اللي انت جاي بيه ده؟ شكله حلو قوي، وريني كده اللي انت لابسه ده. فايه الشوز الجميلة دي؟ ايه القميص الجميل ده؟ مين جايبهم لك؟ قال له ماما. قال له ماما اللي جابتهم لك ولا انت رحت معاها؟ قال له لا انا رحت معاها. قال له اصل لما حد بيحب حد بياخده معاه في كل حتة علشان الناس كلها تشوفه، علشان يبقى طالما محبوب من ماما ومن بابا يبقى محبوب من الكل. قال له يا ترى بقى عندك قصة حب؟ قال له عندي جير فريند. قال له طب وبتشتغل؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له عشان ما عنديش اي دي، لازم يبقى معايا اي دي. قال له خلي ماما تعمل لك الاي دي بتاعتك علشان تقدر تشتغل، هيبقى عندك وظيفة وام بتحبك وكل الناس حواليك بتحبك وعندك قصة حب. ايه الجمال ده؟ طب انت عايز ايه تاني؟ الشاب سكت كده ثواني وبعدين لقى نفسه مش عارف يقول ايه، بجد مش عارف يقول ايه. فالراجل مش نسى مشكلته يا جماعة، الراجل نسى مشكلته، الشاب جه ونسى مشكلته، مش عارف يقول ايه. فأنا عايزة أقول لكم عدوا النعم اللي عندكم قبل ما تخشوا تحكوا مشكلتكم. والله أول ما تفتكروا كل النعم اللي عندكم هتنسوا مشكلتكم. الصورة الذهنية في العقل هتكش قوي 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 ناحية المشاكل أول ما تكبر قوي 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 ناحية النعم. وإن شكرتم لأزيدنكم، وده وعد ربنا. السلام عليكم.